مرحبا. كيف بده يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير لمولود العذراء؟ اليوم عزيزي مولود العذراء عم بيكون عندك حصول لدعوة لرحلة ترفيهية جميلة. ما ترفض أي دعوة اليوم، لأنه يوم جميل للترفيه، يوم جميل للراحة، للاستجمام. هيدا اليوم مناسب جدا للعمل التعاوني اللي ممكن يقدم خطوة للأمام في أمورك المهنية. اليوم عم بيكون عندك حل لبعض المسائل اللي بتخص الملكية بطريقة ودية وإيجابية أكثر. هذا الشيء عم بيريحك، عم بيخليك تاخذ بعض القرارات براحة أكثر، باستقرار أكثر. اليوم عم تتوقع أنه من المتوقع أنه يحصل منحة دراسية لمواد العشرية الثانية. ممكن هذه المنحة الدراسية مفاجأة لك، لكنها عم بتكون جميلة بهذا الوقت ومناسبة بعد طول انتظار. انتبه أكثر أنه بعض التعويض المالي ممكن تحصل عليه ممكن يعمل لك إرباك على الجبهة العائلية. فهون عنا فين نحدد أكثر مواليد شهر سبتمبر عم بيكونوا على موعد مع فين نقول تعويض مالي أو عوائد مالية من جهة بعيدة جدا أو من جهة غير متوقعة، عم بتسبب لك مشكلات في العائلة أو إرباك في علاقاتك بهذا اليوم. طبعا اليوم عم بيكون عنا عم تكون حساس اكثر على الجبهه الداخليه، الجبهه الاجتماعيه عندك، فعندك فرص لتسمع بعض الكلام وتتاثر فيه. عم بتكون حساس اكثر. اليوم عم بتساعدك استثمار اموالك لتوفر بعض الضرائب، لكن عم تسمح لك المصادر الموجوده في محيطك انك تعطي بعض الامور فين نقول بعض الامور الماليه اهتمام اكثر. اليوم بعض الأشخاص مواليد العشرية الثانية اللي عم بيوجدوا انتعاش جميل جدا في عائلتك وعم تستمتع بوقت جميل وجيد. في أمور العاطفة على الصعيد العاطفي اليوم عم توجد فرصة جميلة جدا لتوجد سعادتك، وهذا الشيء عم بيخليك متقدم للأمام في علاقتك العاطفية. اليوم اللون الأصفر بيمنحك طاقة إيجابية وحظوظ جميلة بهذا الوقت. بالنسبة للأرقام الودية عندك الرقم 18 والرقم 12، رقمين وديين وإيجابيين بهذا اليوم. بيكون حذر بعض الشيء من بعض الأشخاص الناريين بطباعهم، المتقلبين أو فينا نقول الغاضبين بشكل متسرع. قدر الإمكان تبتعد عن الانفعال وعن التوتر بهذا الوقت، وابتعد عن أخذ القرار في مساء هذا اليوم. بتمنى لك يوم سعيد عزيزي مولود العذراء. شاركونا آرائكم وتعليقاتكم تحت هيدا الفيديو. طبعا رح نذكر اسم الرابح بهيدا اليوم لقراءة مجانية بآخر فيديو من اليوميات، وهو مولود هو توقعات برج الحوت. ومن جديد رح نعمل مسابقة ونختار صاحب أجمل تعليق تحت هيدا الفيديو لقراءة مجانية. بتمنى لك يوم سعيد. كانت معكم ريماز الحسن.